من الخواطر اللي بتيجي في بالي لما بفكر في مسألة إن رمضان خلاص قرب على الأبواب، كل سنة وأنتم طيبين، هي إن التعامل الصح مع رمضان هو إننا نتعامل معاه إن هو عارفين يعني زي بوست لينا كده في حياتنا، زي زقة كده وإحنا ماشيين في طريقنا لربنا سبحانه وتعالى. يعني لا شك إن حياة الإنسان ديت ما هي إلا عبارة عن رحلة، يعني سواء بقى طالت أو قصرت أيا كان عمر كل واحد فينا، بس في النهاية نهاية المطاف إلى الله سبحانه وتعالى. فكأنك يعني ماشي في الطريق دوت آخره عند الله سبحانه وتعالى، ومن فضل وكرم ربنا سبحانه وتعالى ورحمته بينا ان في الطريق دوت احنا مش لوحدنا، ولكن كل فتره بيكون في نعمه ورحمه وفضل من ربنا سبحانه وتعالى تزقنا اكتر في الطريق ده. بل وممكن كمان لو احنا فقدنا الاتجاه الصح وتشتتنا طرق، نلاقي حاجه ترجعنا لطريقنا، نلاقي حاله ايمانيه بشكل كبير بشكل مكثف ترجعنا للطريق اللي احنا فيه وتزقنا ناحيه الاتجاه الصح. تمام. بحس الموضوع دوت عامل شبه، عارفين لما تبقوا بتلعبوا مثلا فيديو جيم او كده، لعبه عربيات او سباق، نيد فور سبيد، ماريو كارت، حاجه كده يعني، وتبقى بتتسابق مع عربيات حواليك وفي طريق معين انت ماشي فيه، وانت ماشي في الطريق ده بتلاقي بوست، تلاقي ايتم كده او بتلاقي علامه زرقاء كده او ايا كان لونها على الارض، بتزقك بسرعه عشان تديك يعني مومنتم كده او تديك انكريز في السبيد، يخليك تتجه بسرعه في الاتجاه اللي انت ماشي فيه او تمشي بسرعه اكتر. فده طبعا بميزه، تمام، بيحاول يعني يخليك ما تفقدش الامل حتى لو انت متاخر ورا شويه، بتسرح قدام او بتتزق لقدام، فبالتالي بيرجع لك الامل ان انت لا، انت ممكن تمشي فعلا في الطريق دوت وما يكونش فيه مشكله يعني. فبحس سبحان الله النفحات الربانيه زي رمضان، ورها طبعا رمضان، هي عباره عن، والحقيقه ان التعامل مع العبادات او التعامل مع مواسم الطاعه ديت عشان نحقق اكبر استفاده منها المفروض يكون كده، يعني ما يكونش بس مجرد يومين حلوين كده بنعيشهم واجواء حلوه والله مصمصه شفايف كده، رمضان ده جميل والله، يا ريت كل السنه رمضان، والله بدري يا شهر الصيام، عارفين الكلام ده. التعامل ده يعني تعامل سطحي او تعامل مبتذل يعني في النهايه العمق بتاع المواسم اللي شبه ديت المفروض يكون اكبر من كده عندنا. يعني الاصل ان احنا يعني عندنا اساس بنبني عليه، زي ما اتفقنا احنا بنمشي بنسير الى الله سبحانه وتعالى طول حياتنا، فالمفروض ان في حاجات معينه احنا بنعملها في السعي ده. الاشهر بتاعه العبادات او مواسم الطاعه بشكل عام المفروض ان هي تزود الحاجات دي، تزود البناء اللي احنا حاطين الاساس بتاعه، تفكرنا دايما ان حياتنا كلها لله سبحانه وتعالى. سبحان الله في رمضان بتلاقي ان الاولويات اتغيرت، تلاقي ان انت قلبك بيعلق اكتر بالمساجد، تلاقي ان انت كلامك بيكثر عن العبادات، ايه هنصلي فين النهارده، هنتقابل في التراويح، مش عارف قبلك بعد العصر، بعد الفطار، مش عارف، يعني حاجات كلها مرتبطه غالبا بعبادات. تمام. وده الاصل في الحياه، قل ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي، يعني الحياه كلها المفروض ان هي تكون في سياق العباده او في نطاق العباده لله سبحانه وتعالى، لان مفهوم العباده مفهوم شامل. فبالتالي اللي بيعمله رمضان ان هو يعني كأن واحد كده متلخبط شويه او بعيد شويه، فبالتالي هو بيرجع يركز على الهدف بتاعه. فدي الطريقه المثلى للتعامل مع الشهر ده، ان انت تخرج منه عشان تبني عليه. يعني انت كده كده المفروض عندك اساس معين، نتخيل ان الاساس دوت فيه ديفكت او شيء مش مظبوط او ما الى ذلك، رمضان او المواسم دي المفروض ان هي تجبر الكسر ده، وفي النهايه من بعده تكون نقطه انطلاق لما بعده. يعني من ضمن الكتب اللي ناقشت القضيه ديت كتاب يبدو ان اسمه غريب شويه، كتاب اسمه رمضان ليس جزيره نيلسون. تمام. يعني ايه رمضان ليس جزيره نيلسون؟ الكاتب في بدايه الكتاب ده بيذكر مثال، بيقول ان هو في مره كان في جزيره نيلسون، اللي ما يعرفش جزيره نيلسون ديت هي جزيره عندنا في اسكندريه، فبيقول ان هو لما كان هناك كان الصلاه اللي بيصليها كانت مختلفه، الذكر اللي كان بيذكره كان مختلف، وحالته كده وتعلقه بالله سبحانه وتعالى كانت ابسط بكتير جدا من وجوده في زحمه الدنيا والمدينه وما الى ذلك، لان الجزيره دي تعتبر بعيده عن الدوشه والضوضاء والتشتت والكلام ده. فبيقول ان انت ما تتعاملش مع رمضان ان هو جزيره نيلسون، انت هتروح هتلاقي ان العباده فيه اسهل بكتير جدا وتعلقك بالله سبحانه وتعالى اكبر، بس اول ما هترجع للمدينه هتلاقي ان كل حاجه رجعت طبيعي. ففي الكتاب دوت بيناقش فكره ان انت بدل ما تخلي رمضان جزيره نيلسون خليه اسلوب حياه. يعني دايما بيقال ما تكونوش عباد رمضانيين، ما تعبدوش رمضان، ولكن اعبدوا رب رمضان، كونوا عباد ربانيين، لان في النهايه رب رمضان هو رب باقي الاشهر. تمام. فممكن ماشي الاجواء الايمانيه ورحمه ربنا سبحانه وتعالى وبركه الشهر رمضان بتكون حافز كبير لينا ان احنا يعني نزود طاعه وما الى ذلك، ولكن من الحاجات المهمه جدا نحطها في بالنا واحنا داخلين على رمضان هي ان احنا مش بارت تايم عبيد لله سبحانه وتعالى. يعني احنا مش هنعبد ربنا سبحانه وتعالى في شهر وبعدين بعد كده يعني ايه نرجع زي ما كنا. فخدوا رمضان ان هي كفرصه للتغيير، خدوها كبوست زي ما ذكرنا عشان تدينا زقه في طريقنا لله سبحانه وتعالى، ويعني نسال الله سبحانه وتعالى ان هو يكتبنا في رمضان من المقبولين، وان هو يعيننا على عباده
عبادته ان هو يرزقنا الثبات بعد رمضان ويتقبلنا، وكل سنة وانتم طيبين، واشوفكم في الفيديو اللي جاي. سلام عليكم.